عبد العزيز، نظرة على هذه المجموعة طبعا بعد فوز المنتخب البلجيكي في أولى مباراة. ما زلت أعتقد بأن المنتخب البلجيكي سيتأهل في هذه المجموعة. أما البطاقة الثانية بعد ما شاهدتها فهي متساوية ما بين جميع الفرق. يعني باعتقادي بأن هذا الفوز أعطى دفعة معنوية لمنتخب بلجيكا رغم أنه لم يبدأ بشكل جيد المباراة ولم ينهيها بشكل جيد، ولكن حقق المهم 3 نقاط. لذلك أنا باعتقادي بأن بلجيكا ستتأهل، وأما البطاقة الثانية سيتنافسون عليها بقية الفرق، المغرب وكرواتيا وكندا. وإن لا أنا يعني أروح لكرواتيا والمغرب. أشوف المنتخبين أفضل من المنتخب البلجيكي. زي ما قلنا في البداية هشام، صعب تعتمد على لاعب أو 2 في بطولة كبيرة زي كده إنه هم دول اللي يقودوا الفريق. لا، الفريق لازم على الأقل 6-7 لاعبين يكونوا واقفين على رجليهم بشكل جيد عشان يساعدوا. فأنا أشوف إن فرص كرواتيا على اللي قدموه في مباراة النهاردة والمغرب أفضل من المنتخب البلجيكي. جان. Yeah, I would agree. I mean, on paper it looks like Croatia. على الورق يبدو بأن بالتأكيد كرواتيا لديها فرصها، ولكن أظن بأن كرواتيا وبلجيكا لديهم الخبرة الكبيرة ليحصلون على فرص كثيرة، لكن عندما تأتي الفرص يسجلون ويستغلونها، وهذا هو الأمر المهم وسنرى ذلك وسنرى مرورهم. ولكن أنا أبهرت فعلا بمستوى المنتخب الكندي وسوف أواصل مع ظني أنهم يترشحون. هل من دروس يمكن أن تتعلموها قبل أن تلعبوا أمام المغرب؟ هل من دروس من هذه المباراة قبل مواجهة المغرب؟ يجب أن نلعب أفضل. المنتخب المغربي جيد جدا ومستوى اللاعبين ممتاز، الأمر سيكون مشابها أو أصعب حتى. إذن كان من المهم الفوز في هذه المباراة، والنقاط الثلاث ستكون مهمة جدا. الآن يجب أن نتعلم، نتأقلم ونتحسن كذلك للمستقبل، وأتمنى أن نكرر ذلك.